السيدة العذراء تجلت في هذه البيعة المقدسة في يوم 25 مارس 86. فهي تشتاق إلى مصر بين الحين والآخر. إن اللجنة الطوبوية التي شكلها قداسة البابا شنودة الثالث تعرف أن هذه الظهورات الروحية هي بركة لمصر وبركة للكنيسة. في كنيسة لدميانة القديسة في أرض بابا دبل ومخفية عن السامعين. كنيسة مش كبيرة وناسها مش كتيرة، لكنها حلوة في عيون السامعين. كان في كنيسة لدميانة القديسة في أرض بابا دبل ومخفية عن السامعين. كنيسة مش كبيرة وناسها مش كتيرة، لكنها حلوة في عيون السامعين. فيها الناس شافت حمام أبيض بيدور وأشكال حلوة بهية نور من نور. على منارتها كان زهورها الست العذراء بنورها. على منارتها كان زهورها الست العذراء بنورها. والناس فيها شمت ريحة زكية ريحة بخور. والناس فيها شمت ريحة زكية ريحة بخور. وظهرت العذراء في بابا دبل في القاهرة، فإن شهادة الجماهير لا نستطيع أن نتجاهلها. وبصينا لقينا النور فج في الشارع كله، نور عجيب جدا، يعني أكتر من نور اليوم. مرة تظهر وحديها ومرة بنلاقيها ويا دميانة بتظهر في منظر يا سلام. الليل أصبح نهار والنوم مالوش آثار، فحي بابا دبل وتسبيح على الدوام. مرة تظهر وحديها ومرة بنلاقيها ويا دميانة بتظهر في منظر يا سلام. الليل أصبح نهار والنوم مالوش آثار، فحي بابا دبل وتسبيح على الدوام. فيها الناس شافت حمام أبيض بيدور وأشكال حلوة بهية نور من نور. على منارتها كان زهورها الست العذراء بنورها. على منارتها كان زهورها الست العذراء بنورها. والناس فيها شمت ريحة زكية ريحة بخور. والناس فيها شمت ريحة زكية ريحة بخور. لما ظهرت العذراء الواد كانت بتتكلم وبيده مشلول. اول ما ظهرت العذراء ابتدى بقى يسقف الواد ويهوهو ويقول يا ماما يا ماما. كانت مرة بتقول في طفلة صغيرة جنبها كانت خارصة ما بتتكلمش، بس لقيت البنت مامتها بتقول لها العذراء ظهرت، فالبنت بتبص لقيت البنت بتقول لها العذراء يا ماما العذراء يا ماما. العذراء لما ظهرت بركتها حالا خلت ابو ايد مشلولة يشفع والاعمى يشوف النور. واللي مريض وتعبه كتر المرض وألمه من قلبه لما يصرخ يشفى وقت الظهور. العذراء لما ظهرت بركتها حالا خلت ابو ايد مشلولة يشفى والاعمى يشوف النور. واللي مريض وتعبه كتر المرض وألمه من قلبه لما يصرخ يشفى وقت الظهور. فيها الناس شافت حمام أبيض بيدور وأشكال حلوة